يقولوا بقى عليها مسخسخة، يقولوا عليها المكشوفة المكسوفة، زي ما يقولوا. قلنا بقى نجرب الترند ونغير فيه شوية صغيرين قوي. هنستخدم بدل الفراولة مانجا. هنبدأ مع بعض نشوف مقاديرنا ايه. اول حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. عندي حوالي 400 جرام من الكنافة. اخدت عليهم كده معلقة كبيرة سمن بلدي واخدتهم ورحت على النار مع التقليب المستمر لغاية ما اخدت عندي اللون ده. بعد كده ضفت عليهم حوالي نص كوبايه من الشربات التقيل اللي جهزناه مع بعض قبل كده، وهديها التقليبه الحلوه دي. وهبدا اجيب عندي بوله تكون غويطه، واحط فيها بوله صغيره عشان اخد الدايره اللي في النص واعرف اظبط الجناب. طبعا لازم يعني اغلف الطبق الاول بكيس تلاجة بقى او بستريتش راب لو عندك، اللي موجود عندك استخدميه. وهبدا اخد عندي الكنافه زي ما انا شغاله كده بالظبط، وهاخد على الجناب بالطريقه دي كده. هي بتبقى متماسكه، ما تخافيش وما تقلقيش، بتماسك معاكي وبتتشكل بمنتهى السهوله. تكون عندي بالشكل ده بسويها حلوه قوي، بتبقى عندي تحفه. بعد كده هنجهز الكريمه مع بعض. اول حاجه عندي 3 كوبايات من الحليب، هاخد عليهم 3 معالق من السكر و3 معالق من النشا بالشكل ده كده. وهنزل عليهم كمان بباكت من الفانيليا وهقلبهم حلو قوي على البارد. وبعد كده هرفعهم على النار مع التقليب المستمر لغايه ما يبقى قوام يتقل معايا، وتبقى معايا الكريمه تقيله وقوامها مظبوط. بعد كده بكون مجهزه عندي معلقتين او 3 من كريم شانتيه بس خفقاه، يعني ضرباه عامله كريم شانتيه. هاخد منه حوالي 3 معالق كبار مليانين، وهبدا اقلبهم مع الكريمه اللي عندي. تقدر تستغني عن الكريم شانتيه؟ اقدر استغنى عنه، ممكن تبدليه بقشطه. يا سلام، مفيش اي مشكله. هبدا اخد عندي بقى وابدا اشتغل في الطبقات. شلت البوله اللي كانت في النص وهبدا انزل عندي بالمانجا. دي مانجا متفرزه عندي في الفريزر، بقطعها وهي متجمده عشان تبقى سهله التقطيع. وهبدا انزل كده اول حاجه بالمانجا، بعدين هنزل عندي بالكريمه. هتبقى طبقات متفاوته ما بين المانجا والكريمه. طبعا تقدري تستخدمي اي نوع فاكهه، الاساسي فيها الفراوله. لو ما بتحبيش الفراوله او عندك حد من الولاد ما بياكلهاش، هتبدليها بقى بالمانجا. ويا سلام بقى كمان لو بالموز بتكون تحفه. هنزل كده طبقات ما بين الفاكهه والكريمه. هبدا انزل بقى باخر طبقه كريمه عندي، وهبدا اسويها، ما بضغطش عليها خالص بالشكل ده كده. وهبدأ انزل عندي بباقي الكنافة اغطي بيه الطبقة دي خالص تماما بالشكل ده كده. وصفة سهلة وطلع ترند، بتتباع بره بحوالي 700 جنيه. انا معرفش ليه يعني 700 جنيه، هي كلها على بعضها كده ما تكلفتش حاجة. سهلة بسيطة. طيب بالنسبة للطعم، طعمها حلو طعمها حلو جدا، بس لو عندك ضيوف مش هتعرفي تقدميها، لانك مجرد ان انت بتقطعيها الكريمة من جوه بتبقى مش متماسكة قوي. فانك انت تقطعيها قطع لا، مش هتنفع معاكي. ممكن لو انت عايزة تقدميها للضيوف او تعمليها في مناسبة، او يعني هتقدميها لحد، اعملي بولات صغيرة. بولات صغيرة تبقى شيك قوي، هتبقى جميلة قوي في التقديم، وكل واحد البولة بتاعته هتبقى تحفة. انا كده سويت الوش، ما بضغطش عليه خالص. هبدا اغطيه بالبلاستيك اللي عندي او الاسترتش راب، وهدخلها التلاجة تقعد معايا اقل حاجه ساعتين 3. بعد كده هقلبها واشيل البلاستيك بتاعي اللي انا مغطياها بيه. وهبدا ازوقها باي كريمه عندي. حلوه جدا، طعمها حلو جدا بجد، حلوه حلوه يعني، عجبت الولاد جدا. آه، هي طالعه ترند، قلنا نجرب الترند، بس حلو مش وحش. بس معرفش ليه 700 جنيه يعني. جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه. باي باي.